في الفيديو بتاع النهارده هتكلم عن لغز ألواح جورجيا، وهل الماسونية ليها علاقة بالموضوع ده؟ وخليني قبل بداية الفيديو اجاوبك على السؤال اللي بيدور في عقلك دلوقتي، ايه هي ألواح جورجيا وامتى تم بنائها؟ في سنة 1980 في مدينة ألبرت بالتحديد في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ظهر هناك 5 ألواح جرانيت بارتفاع 6 متر وكل لوح وزنه 20 طن، والألواح كانت على شكل نجمة، وده أدى لشكوك إن ورا بناء الألواح هي الماسونية. وإيه هم ال10 وصايا اللي مكتوبين على الألواح؟ وهل المفروض ننفذهم وليه أصلا ننفذهم؟ في الفيديو هنعرف كل شيء عن ألواح جورجيا أو زي ما بيقولوا ألواح الماسونية. اهلا بيك في قناه حكايات البحار. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك وفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار بكل جديد بقدمه، وما تنساش تدوس لايك للفيديو. ويلا نبدا الفيديو. في سنة 1979 اتصل راجل بشركة ألبرتون لصناعة الجرانيت، وكان بيستخدم اسم مستعار والاسم ده روبرت سي كريستيان، وكلف الشركة بالبناء وقال لهم المطلوب عبارة عن ألواح عملاقة. وضح لهم كريستيان إن الألواح هتفيد البشرية بعد انتهاء العالم، وهتعرف الناجين بالساعة والتاريخ والبوصلة، وأكد عليهم إن الألواح لازم تكون قادرة على تحمل الكوارث الطبيعية والبشرية لأكبر قدر ممكن. جو فيندلي حس إن اللي بيسمعه ده من واحد بيهزر. فيندلي هو رئيس القسم التنفيذي بشركة ألبرتون، ولأن خدمة العملاء حظرت قطع الاتصال، فيندلي حاول يثبته بكلمتين ويقفل الموضوع، وقال له إن البناء هيحتاج أدوات واستشاريين كتير، وقيمة مشروع الألواح كان أعلى سعر نفذته الشركة، وطبعا العميل قبل العرض من غير ما يبقى متردد خالص. وضح كريستيان ان هو بيمثل مجموعة كانت بتخطط لبناء الألواح من 20 سنة، وكانت مش عايزة تكشف عن هويتها، واشترى برضو الأرض اللي هيتم عليها البناء، وهي مزرعة مساحتها 5 فدان يعني 20,000 متر مربع. وكريستيان سلم نموذج المشروع و10 صفحات بالمواصفات اللي محتاجها. وفي شهر مارس 22 سنة 1980 اتفتحت ألواح جورجيا كمزار سياحي في حضور جمهور من 100 أو 400 شخص تقريبا. ال10 وصايا اللي مكتوبين على الألواح. عاشر وصية بتقول لا تكن سرطانا فوق الأرض، وافسحوا مجال للطبيعة وافسحوا مجال للطبيعة. تاسع وصية بتقول شجعوا الحقيقة وجمال الحب لإيجاد التوافق المطلق. تامن وصية بتقول وزنوا ما بين الحقوق الشخصية والواجبات الاجتماعية. سابع وصية بتقول تجنبوا القوانين التافهة والموظفين عديم الفائدة. سادس وصية بتقول اتركوا الدول تحكم داخليا مع تصفية النزاعات الخارجية في محكمة العالم. خامس وصية بتقول احموا الناس والدول بواسطة قوانين عادلة ومحاكم منصفة. رابع وصية بتقول تحكموا بالعاطفة والتقاليد وبالعقيدة وبجميع الأشياء بمنطق معتدل. ثالث وصية بتقول وحدوا الجنس البشري بلغة جديدة معاصرة. ثاني وصية بتقول وجهوا التناسل البشري مع تحسين اللياقة البدنية والتنوع. أول وصية بتقول ابقوا عدد الجنس البشري أقل من 500 مليون في توازن دائم مع الطبيعة. والوصايا كانت مكتوبة ب8 لغات: اللغة العربية والعبرية والإنجليزية والسواحلية والإسبانية والهندية والصينية والروسية، ولغات قديمة وهي الهيروغليفية والسنسكريتية والبابلية واليونانية. وكان موجود ملحوظة غريبة إن في كبسولة زمنية تحت ألواح الجرانيت وهتفتح في الوقت المناسب، والوقت المناسب ده ما كانش مكتوب إمتى بالظبط. والسلطات حفرت في الأرض بعمق 3 متر، وبعد الحفر ملوش حاجة. في سنة 2008 اتعرضت الألواح لتخريب بطلاء البيلاروسان واتكتب عليها الموت للنظام العالمي الجديد. وفي سنة 2022 ناس مجهولة الهوية فجروا ألواح جورجيا، وقع لوح واحد وحصل ضرر بسيط بالباقيين. وظهر بعد التفجير بالظبط في كاميرات المراقبة عربية بتجري، ودي كانت سبب الانفجار. ولحد دلوقتي محدش يعرف عنهم حاجة. طالما محدش عرف مين اللي بنى الألواح ولا عرف مين اللي فجر الألواح، يبقى ازاي تبقى الماسونية ورا الموضوع ده؟ خليني أقولك إن 80% من كلام الوصايا اللي مكتوب على الألواح ده كلام وتفكير الماسونية، وهتلاقي تشابه كبير جدا في الكلام اللي مكتوب على الألواح موجود في الموقع بتاعهم. وبس كده، وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وسلام يا أبطالي.